صباح الخير على كل الرياضيين المدربين والأبطال الصغار. النهاردة بحلقة جديدة من استباحة رياضية. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا يمكن محدش فينا بيدرك حجم تأثيرها على الأداء داخل الملعب، ودي حاجة مش بس بتخلي اللاعب أفضل لكنها كمان بتقوي الفريق كله وتخليكم تحققوا النجاح على طول. هنتكلم النهاردة عن التهيئة الذهنية، وإزاي العقل والذهن هما الأساس الحقيقي لنجاح أي لاعب، مش بس المهارات البدنية. مستعدين تعرفوا إزاي تجهزوا عقولكم وقلوبكم للمنافسات؟ يلا بينا نبدأ. التخطيط العقلي والذهني في التدريب الرياضي. عند تدريب الناشئين والشباب من المهم ان احنا نفهم التهيئة الذهنية مش اقل اهمية من التهيئة البدنية والمهارية. العقل في الرياضة هو اللي بيحدد بشكل كبير قدرة اللاعب على اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها في الوقت المناسب. نصيحة الى اللاعب: لما تكون في الملعب وتتحرك خلي عقلك معاك دايما. لما تجري او تعمل مهارة خلي تركيزك عالي. كل حركة لازم تكون مدروسة عشان تقدر تحل اي مشكلة تواجهك بسهولة. العقل هو اللي هيخليك تاخد قرارات سريعة وفعالة في المواقف المختلفة، وبالتالي هتكون جزء مهم من الفريق وتساعد زملائك في تحسين اداء الفريق كله. التركيز مهم جدا مش بس على المهارات لكن كمان على التواصل مع زملائك في الفريق، عشان كل واحد يعرف يساعد التاني. لما تفكر وتتصرف بشكل صحيح هتسهم في تحسين الفريق كله وتخليه أقوى. وكمان نصيحة للاعب: خلي عقلك حساس جدا لكل الإشارات اللي هتوصل ليك أثناء المباراة أو التدريب. لما تشوف حاجة في الملعب زي مكان اللاعبين أو أي فرصة للتمرير اتصرف على أساسها بسرعة وبحماس. دايما خلي عندك دافع للنجاح وكون جاهز تتصرف في اللحظة اللي بتحتاج فيها الأداء المثالي. طب ونقول للمدرب ايه؟ التدريب دايما بيزداد صعوبة مع مرور الوقت، لكن لازم نتأكد ان التمرينات تكون مناسبة للقدرات الذهنية والبدنية للاعبين. يعني مش لازم تفرض تمرينات صعبة عليهم لو لسه مش قادرين عليها. التدريب الذهني مهم جدا عزيزي المدرب، لانه بيساعد اللاعبين على التفكير واتخاذ القرارات بسرعة اثناء المباريات. لازم تتابع مع اللاعبين وتدربهم على التفكير في المواقف المختلفة. تأكد أنهم قادرين على استيعاب المعلومة بشكل جيد قبل ما تنتقل للمعلومة التانية. لما تتأكد أنهم فهموا هتلاحظ تحسن في أدائهم وفي قدرتهم على اتخاذ القرارات بشكل صحيح وبسرعة. قواعد مهمة: فهم قدرات اللاعب. لازم تتعامل مع اللاعب بناء على فهمك لقدراته العقلية والجسدية، وما تفرضش عليه حاجات صعبة قبل ما يتعلم الأساسيات. هو لسه في مرحلة بناء، فكل معلومة لازم تكون بسيطة ومناسبة لمستوى فهمه. سهلها على اللاعب. 2. استخدام الحواس كلها. خلي التدريب يشمل كل الحواس، يعني استخدم الشرح البصري بتوضيح الحركات والأداء السليم، والشرح السمعي كمان باستخدام التعليمات والتعليقات والتوجيهات الواضحة. الصور والرسومات بتساعد كتير في توصيل المعلومة. 3. تكرار المعلومات وتدريب الاستيعاب. ما تنتقلش المعلومة جديدة إلا لما تتأكد إن المعلومة القديمة استوعبها اللاعب تماما. التكرار هنا مهم عشان اللاعب يفهم ويمارس المهارة بشكل صحيح. 4. تصحيح الأخطاء بشكل إيجابي. لما يحصل خطأ لازم تصححه في الوقت المناسب وبطريقة إيجابية. خلي اللاعب يحس إنه اتعلم من خطأه عشان ما يكرروش تاني، مش إنه فشل وخلاص. لا، علمه إن هو ياخد خبرات نجاح. 5. التأكد من استيعاب الجميع. تابع مع اللاعبين كل واحد على حدة عشان تتأكد إنهم يستوعبوا المعلومة بشكل متساوي. مش كل اللاعبين بيفهموا بنفس الطريقة أو بنفس السرعة. خلي عينيك على كل واحد. واخيرا لو عايزين تكونوا ابطال لازم تبداوا من هنا، مش بس بالمجهود البدني او المهاري لكن كمان بتفكير عقلاني مدروس. لو فهمت عقلك واهتميت بيه هتكون قادر على احداث فرق في فريقك وفي ادائك الشخصي. زي ما بنقول دايما الرياضة مش بس جسم، دي عقل وروح كمان. خليكم دايما مركزين وتأكدوا ان العقل هو مفتاح النجاح. خليكم مستعدين دايما وتمرنوا عقليا زي ما بتتمرنوا جسمانيا. اعرفوا ان التهيئة الذهنية والعقلية هتخليكم تكسروا كل التوقعات. خليكم دايما مركزين في كل خطوة وافتكروا ان العقل هو اللي بيحدد مصيركم في الملعب. لو عجبتكم الحلقة يا ريت ما تبخلوش علينا بالشير واللايك عشان توصل المعلومة لكل الناس اللي محتاجين يسمعوها. تابعونا دايما عشان تكتشفوا اكتر وتوصلوا لأعلى مستوى. اشتركوا في القناة عشان تكونوا اول من يعرف كل جديد من استباحة رياضية. شير ولايك وخلينا نكبر مع بعض. شكرا ليكم وكل التوفيق.